هقول لك النهارده على فكرة مشروع لو مشيت معاك هتبقى في حتة تانية. ايام لما كنت عايش بره مصر كان عندي هواية كده ان انا كنت بحب اشتري اجهزة موسيقية واستخدمها لمدة مثلا شهر او شهرين، واثناء الشهرين دول بكون محافظ عليها كويس جدا، يعني محافظ على الكرتونة وعلى التغليف وكل حاجة، والاستخدام كمان يبقى بسيط. وبعد كده اعرضها في اي موقع من المواقع الاونلاين دي وابيعها، وكان بيطلع لي ربح بسيط فيها. الحاجات دي كل ما الوقت كان بيعدي كانت بتعلى قيمتها. المهم ان انا في فترة من الفترات فكرت ان انا احول موضوع الهواية ده لشغل، وفكرت ان انا اتوسع فيه، يعني اجيب اكتر من قطعة واعرضها للبيع ويطلع لي كده نسبة ربح بسيطة تساعد مع المرتب. المهم ان انا فعلا بدأت ورحت جايب قطعة غالية من بره عشان تطلع لي ربح كويس يعني، ولما وصلت عرضتها وبعتها والحمد لله جابت ربح كويس. بس طبعا ما حسيتش بيه لانه كان يعني قليل، المفروض ان انت بتبيع بقى كذا قطعة عشان تحصل على الربح الكبير. وكمان كان في مشكلة تانية، ان انت لما بتبعت تجيب القطعة من بره كانت بتاخد وقت تقريبا شهر عبال ما توصل لك لحد البيت، فطبعا دي مدة طويلة، يعني مش هينفع تشتغل بيزنس على ان انت بتجيب قطعة كل شهر، مش هتحس بالمكسب خالص كده. المهم ان انا قررت ان انا اجيب بالثلاث قطع، وفعلا بدأت اشتري وانتظر الشهر تيجي القطع اعرضها على النت ابيعها ويطلع لي صافي ربح كده، والدنيا كانت ماشيه زي الفل. بس بقى كان في برضه هي مشكله الشحن دي كانت هي اللي باقيه معايا. ليه بقى؟ لان احيانا القطعه بسبب ظروف بقى الظروف بقى ظروف البلد اللي هي جايه منها او ظروف البلد اللي انا فيها او احداث سياسيه، كانت القطعه تتاخر في الشحن، فكان ممكن توصل من شهر لشهرين واحيانا توصل ل3 شهور. واذا قلت ان انت هتطنش الموضوع ده مثلا وتعديه، في مشكله تانية جامده جدا، وهي ان احيانا كانت بعض القطع بتيجي فيها خدوش او كسر بسبب الشحن، لاني كنت بستخدم خدمات بريديه عاديه. والحاجه الثالثه بقى والاسوأ، ان ممكن القطعه تضيع في الشحن ولا ليها اي حل خالص، تعمل اعتراض ويدوك مبلغ صغير جدا تعويضي، بس القطعه طبعا ضاعت عليك كده. فدي كانت المشاكل الثلاثه اللي كانت بتقابلني. فاثناء ما انا شغال اكتشفت ان في شركات شحن تديك تامين للقطعه بثمن القطعه بالكامل، بس مشكله الشركات دي ان انت بتدفع لها اشتراك سنوي. اشتراك سنوي بيبقى كبير شويه، يعني وقتها كان بيبقى رقم كبير، ممكن مش فاكر كان كام ساعتها، يعني $100 باين ولا. فالمهم فكرت في الموضوع وقلت طالما ان ده هيبقى شغل فخلاص مفيش مشكله ان انا ادفع الاشتراك السنوي ده في نظير ان انا القطع بتاعتي تبقى مؤمنه. ورحت عامل اشتراك في شركه من الشركات اللي بقول لكم عليها دي، وبقيت بقى عشان اوفر على نفسي بقيت اجيب بالخمس قطع. طبعا الشركات دي كانت بتحسب لك بالوزن وحسب نوع الحاجه اللي انت جايبها دي، لان كل قطعه ليها تعريفه جمركيه معينه، بس البلد اللي فيها اللي هي السعوديه ما كانش فيها جمارك خالص في الوقت، فكانت العمليه مقتصره على وزن الحاجه اللي جايه بس. المهم ان الدنيا كانت ماشيه تمام والربح كان زي الفل، يعني عايز اقول لكم ان هو وصل لوقت ان هو كان بيوازي المرتب في شهر من الشهور. المهم ان الدنيا مشيت تمام لحد ما انا سبت السعوديه وجيت مصر هنا. وطبعا لما جيت مصر هنا قررت ان انا اوقف العمليه دي لحد ما اطمن من الحاله والاستقرار بتاع الوضع بتاعي في مصر يعني. وبعد 6 شهور او 9 شهور شفت الرؤيه عامله ازاي في مصر، وبدات افكر تاني في الموضوع، بدات ارتب واحسب واشوف اسعار الاجهزه دي عامله ازاي في مصر ومين اللي بيشتريها، هل ليها زبون يعني ولا لا. وطبعا كانت المفاجاه المفرحه ان القطع في مصر، يعني انت لو جبت بيانو مثلا ثمنه 10000 جنيه، يعني بمعنى تكلفته انت جبته من بره بالشحن والجمارك كل حاجه ب 10000 جنيه، ممكن تبيعه في مصر ب 30000 جنيه. القطعه بتتباع بثلاث اضعاف، طبعا حاجه رهيبه. بس التجربه نفسها مش سهله. بمعنى يعني انا كنت بطلب القطعه من بره وبجيبها عن طريق البريد المصري. لما كنت في السعوديه الشركات اللي انا كنت بتعامل معاها اللي كنت بدفع لها اشتراك سنوي دي كانت بتديك حاجه كده اسمها رقم التتبع، تراكنج نمبر، تقدر تتابع الشحنه راحت فين لحظه بلحظه. لكن البريد المصري وقتها طبعا لا، هو في تطور حصل دلوقتي خالص، يعني ما بقاش زي كده، يعني بقى في تتبع وتتبع باللحظه كمان. بس وقتها كان التتبع في البريد المصري زيرو، يعني انت بتحط القطعه حتى لو هي وصلت مصر هنا ما بيقولكش اي حاجه، يقول لك قطع الرقم غلط، ما بيقولش اي حاجه. والكارثه الاكبر ان مده الشحن ما بتقلش عن 90 يوم. 90 يوم يعني 3 شهور. يعني عايز اقول لك حرفيا انت ممكن تنسى اصلا وانت طالب حاجه مثلا من بره وهتجي لك بعد 3 شهور، ممكن تنسى اصلا، يعني تتفاجئ كده تلاقي مندوب الشحن بيكلمك بيقول لك ليه قطعه من بره، تقول له لا ماليش. ما رضيتش ابدا الموضوع وقلت لازم يبقى في حل للموضوع المده ده، ما انا مش معقول هشتغل كل 3 شهور كمان ما اعرفش الحاجه اللي هجيبها دي هتدخل هنا الجمارك هيتعاملوا معاها ازاي، يعني انا اقعد استنى 3 شهور عشان اشوف النتيجه؟ لا، لازم اشوف حل سريع، اشوف شركه تجيب لي الحاجه دي بسرعه. انا فوجئت ان الشركات اللي انا كنت مشترك فيها في السعوديه موجود ليها فروع هنا، ده موجود فيها فروع في العالم كله. فقلت تمام التمام، يلا نشترك فيها ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. وده كان تاني بوكس اخده في التجاره الاونلاين في مصر. طبعا لقيت الشركات دي بتحط رسوم رهيبه. يعني بمعنى يعني هنفترض مثلا
يعني بلاش، بصوا يا جماعه ما تاخدوش الارقام اللي انا بقولها دي انها مقياس، لان هي ملهاش دعوه باللي احنا فيه دلوقتي ده. هنفترض مثلا ان مثلا اورج او بيانو ثمنه $100 وهيتشحن عن طريق الشحن الامريكي اللي هيجيبه لحد مصر هنا ب $10. دي العمليه الطبيعيه بدون اي تدخل، بس الحاجه هتجيلك بعد 90 يوم. لكن الشركات دي بقى كانت بتجيب لك الحاجه مثلا في ظرف 20 يوم ل 30 يوم، فهي قللت المده كده، بس كانت ممكن انها تاخد 80 جنيه زياده على الكلام اللي احنا قلناه ده، لانها كانت بتتحاسب بوزن القطعه، وكمان الوزن كان ليه حساب يعني عالي جدا، بعكس اللي انا كنت بتحاسب بيه قبل كده خالص. فقلت ماشي، انا كده كده اصلا الحاجه ببيعها ب3 اضعاف، يعني حتى لو انا كسبت التلت يعني يبقى صافي الربح بتاعي يبقى تلت الحاجه، فانا كده كسبان برضه. فقلت ادخل التجربه واتوكل على الله. طيب عمليه الشراء بقى بتتم ازاي؟ بتتم عن طريق ان انت عادي بتدخل على المواقع اللي هي زي امازون واي باي والمواقع اللي هي اللي بتبيع المنتجات دي سواء مستعمله او جديده، وتشتري القطعه. والشركات بقى اللي انت بتشترك فيها دي بتديك عنوان في كل الدول في كل انحاء العالم، يعني مفيش منطقه مش موجوده، امريكا، فرنسا، اليابان، الصين، كل ده تقدر تشتري منه، والحاجه بتوصل على عنوانك اللي هناك. هو طبعا هو مش بيبقى عنوان يعني موجود فعلا حقيقي، لا ده بيبقى عنوان فيرتشوال كده، يعني زي ما اقول ايه، حاجه مش مرئيه. هو عباره عن مكتب بيستلم الشحنات وانت ليك درج في المكتب ده، هو ده عنوانك يعني. بس طبعا دي فكره جامده جدا يعني. المهم ان انت بعد ما بتشتري حاجه من البياع اللي هو في امريكا، على اساس ان انت ساكن في امريكا، فبيوصلها لك من مكانه لحد مكان بيتك اللي هو العنوان اللي احنا قلنا عليه ده. فاحيانا في بياعين ما بياخدوش قيمه شحن، بيقول لك مجانا الشحن، فانت كده ارتحت من الشحن. بتوصل القطعه في المكتب، بيبدا بقى ايه، الشركه اللي انت مشترك معاها تقول لك القطعه وصلت عندنا وعيناها ووزنها وما اعرفش ايه وجماركها كذا، والعمليه هتكلفك كده. موافق يا عم؟ موافق. خلاص ادفع القيمه دي. دفعت القيمه، يبداوا هم بقى عمليه التغليف هناك ويشحنوها لمصر ويوصلوها لك لحد البيت في مصر، تمام؟ وياخدوا بقى ايه حسب وزن الحاجه. طبعا احيانا كان الموضوع بيقف عليا بخساره لان وزن الحاجه كان بيبقى كبير، بس هي الحاجه ملهاش قيمه، فكنت اتفاجئ ان الايه ببيعها ما بكسبش هو ببيع وباخد الفلوس هي يعني الربح موازي للتكاليف. المهم بدانا اول تجربه شراء، كان برضو بيانو كده، ما انا كنت غاوي البيانوهات بقى والدرامز والحاجات دي، كنت بجيبها من بره، كانت هي دي الاجهزه اللي انا بجيبها من بره. اشتريت القطعه من البياع والكلام ده كان يوم خميس. المفروض بقى ان انا مثلا ايه بعد ما بشتريها بدخل بقى على موقع الشركه اياها دي، الاقي الوضع اتحدث بقى، يعني تم شراء القطعه، تم تغليف القطعه، تم الكلام بقى اللي احنا عارفينه ده. جمعه، سبت، حد، اتنين، لحد يوم الثلاث مفيش اي تحديث لوضع الشحنه ولا كاني اشتريت حاجه اصلا يعني. بدات احس ان انا اتنصب عليا. بس يوم الثلاث لقيت رساله جايه على الايميل بتقول ان تم شراء القطعه. قلت بركه يا جامد. وايه اللي حصل بقى الايام اللي فاتت دي؟ هقول لك يا سيدي وببساطه. لازم تراعي توقيتات كل دوله او كل بلد يعني احنا مثلا مصر هنا الاجازات الرسميه عندنا الجمعه والسبت، في امريكا مثلا الاجازات الحد والاثنين او السبت والحد، مش عارف يعني. المهم ان انت اشتريت القطعه يوم الخميس، جمعه والسبت محدش عمل الشراء من مصر هنا، استنوا لما رجعوا يوم الاحد وراحوا عاملين الشراء. طب الشراء اتعمل، البياع قافل يوم الاحد والاثنين في امريكا، فما فيش اي تحديث حصل في الشحنه غير يوم الثلاث، ومش يوم الثلاث الصبح كمان، لا ده يوم الثلاث الساعه 3 العصر كده، لان امريكا سبقانا ب7 ساعات. فعلى بال ما صحي بقى الموظف وشرب الشاي بتاعه وبتاع وراح محدث ايه بيانات الشحنه. فدي كانت حاجه يعني برضو ايه تحط في الاعتبار. وبعد 3 ايام كده تقريبا او يومين كتبوا ان هم الشحنه غادرت امريكا زي الفل كده، خلاص دي طياره هتوصل وتنزل، يعني يوم واحد بالكتير. فضلت الشحنه لمده 6 ايام مفيش اي تحديث، ولا كاتبين انها وصلت، ولا كاتبين انها مثلا فيها مشكله، ولا كاتبين اي، كاتبين بس خرجت من ايه، من بلد المنشأ. اكلم الشركه، هي في الطريق يا فندم لحضرتك. طب امتى؟ ما اعرفش. هو فعلا ما يعرفش، لان هتعرفوا ليه. المهم ان احنا نحسب ال6 ايام الاولانيين اللي هم الاجازات الرسميه، عد بقى بعديهم 14 يوم كمان. بدات الشحنه تقول انها وصلت في مصر بعد 14 يوم. هو دي بقى زي ما تقول كده هي بتبقى وصلت من قبل كده، بس في اجراءات بقى وما اعرفش ايه والكلام ده. المهم بعد ال26 يوم دول كتب لي بقى رساله ان الشحنه وصلت لمطار القاهره. لقيت فجاه اتحدث الرقم اللي انا كنت متفق معاهم عليه واتغير. يعني كان المفروض ان انا هدفع $70 على ال$100 اللي انا دفعتهم دول، لقيتهم كاتبين $90. اكلم الشركه قالوا لي لا، ما هو الحاجه دي لما وصلت الجمارك قيمتها الحقيقيه هي دي. طب يا جماعه انتوا ما قلتوش كده من الاول؟ طب انا دفعت، طب انا معي. قال لك لا، اقرا العقد بتاعنا. فعلا لما رجعت للعقد اللي بيني وبينهم، اللي هو انت ايه، اي حد بيشوف عقد الكتروني كده يقول اي اكسبت على طول، ما بيبصش العقد فيه ايه. دايما تقرا الحاجات دي، حاول تضيع وقت او خدها ترجمها بجوجل ترانسليت او باي طريقه بحيث ان انت ايه تفهم، لان في نقط كده ثغرات. هم كاتبين كده في بند من البنود ان التعريفه الجمركيه قابله للتغيير بدون الرجوع للعميل اللي هو انا، فدي التعريفه الجمركيه ده الفرق $20. المهم دفعت وقلت خلاص. 3 ايام كده ولقيت واحد بيكلمني، ايوه يا فندم ليك شحنه. استلمتها. بعد ما استلمتها قعدت احسب الحسبه كده، لقيت ان انا طب انا كنت عايز احط القطعه دي ب $250 وهي ثمنها كان $90 باين ولا 95، يعني هكسب
ال 150 اللي على الوش دول هنشيل منهم بقى تكاليف الشحن والجمارك، هكسب الباقي. ففوجئت ان انا دافع 200 دولار تقريبا، فانا كده مكسبي هيبقى 50 دولار. كلام فاضي ما يوازيش. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان هي اصلا هي سعرها في مصر مقارب للرقم ده. يعني ممكن واحد يشوفها معروضه على النت بزياده بسيطه يقول لك لا انا جايبها من مصر، ايه اللي يخليني اجيبها من واحد ما اعرفوش؟ فرحت قايل ايه، لا يا واد ايه، انا هحطها ب 300 دولار، ورحت عارضها على النت وفضلت مستني. فضلت مستني كتير بصراحه يعني، وللاسف الانتظار طال لدرجه ان ما حدش اشتراها. فرحت مخفض السعر، طبعا خفضته ل 275 دولار. برضه فضلت مستني كتير جدا، وكانت ناس تتصل تسال يعني يعرف نوع الحاجه ويقول لك دي ما هي موجوده في مصر. لقيت واحد فعلا كلمني في مره قال لي ده موجوده في مصر هنا بفرق 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، ليه اشتريها منك انت؟ وان احنا عندنا بقى عقده في مصر هنا من حاجه اسمها ضمان، يعني لازم اي جهاز اشتريه يكون عليه ضمان. وانا بالنسبه لي انا ما بعترفش بالضمان ده خالص، لان ما فيش اي تجربه حاولت اعمل فيها صيانه لجهاز الا ولازم ياخدوا مني فلوس. او يقول لك الايه، يعني مثلا التكييفات يقول لك لا الضمان على الكباس، فيجي الكباس اللي هو الكمبريسور اللي بره يبوظ في حاجه، يسكت كده يطفي ما تفهمش فيه ايه، يجي يلاقي فيه قطع غير يقول لك لا دي مش داخله الضمان. طب ما انتوا قايلين على الكباس برضه. فانا بصراحه الضمان ده اخر حاجه افكر فيها. بس هي عقده بقى عندنا في مصر ان لا لازم الحاجه تبقى بضمان، ما تفهمش ليه، عقده بقى توارثناها من زمان. المهم ان انا بعد الليله دي لقيت فرق الربح بسيط جدا ما يوازيش الشغل اللي انا عملته، ولا الانتظار ولا الجمارك ولا القلق ولا يعني هوسع الشغل ازاي. فحسيت ان العمليه مش مجزيه، فقلت اما اعمل محاوله اخيره واجرب اجيب عدد من القطع، بحيث ان انا مثلا ايه اوفر او ادخل العمليه في بعضيها، فاحس ان انا ايه يعني هدفع تكلفه مره واحده وبالتالي الربح يتعظم يعني او يكبر. المهم ان انا رحت داخل على الموقع، مش فاكر ساعتها كان اي باي ولا امازون، انا كنت شغال بين الموقعين دول، شغال ما بين موقع امازون واي باي، بس مش فاكر كان في موقع ثالث برضو كان معاهم بس مش فاكره بصراحه. بس هو كان الضغط كله على امازون واي باي، لان دول كان فيهم حاجات ساعات بتبقى مستعمله استعمال نظيف، او فيهم حاجات جديده باسعار قليله كده يعني. فكنت هم دول اللي انا ماشي عليهم. بعت جبت 5 قطع وتمت عمليه الشراء. وانا بقى بقيت خلاص بقى خبره في التواريخ، يعني بقيت بقى ما بشتريش يوم خميس، لا بشتري يوم الحد بالليل، بحيث ان الاجراءات تبدا من الاثنين او الثلاث على طول. فضلت مستني الفتره اللي احنا متعودين عليها اللي هي 25 يوم، مش لازم بقى نحكي التفاصيل. وصلت القطع لمصر، بس لقيت الشركه بتقول لي ان الجمارك طالبه تقابل صاحب القطع. قلت انا كده رحت في الرجلين. المهم رحت رايح الجمارك، لقيتهم بيقولوا لي هي القطعه اللي حضرتك جايبها دي تجاره ولا استخدام شخصي؟ قلت اما اعمل عليهم ايه ناصح. قلت له استخدام شخصي. قال لي لا ما هو ما ينفعش لو استخدام شخصي تجيب اكتر من قطعه واحده او قطعتين او 3 بالكتير، فانت جايب 5 قطع، القطعه دي مش هينفع تدخل غير لما انت تكون تاجر اصلا. فقلت خلاص ماشي. طبعا انا كنت بسال اسئله بريئه، فقلت ماشي خلاص ايه المشكله، ازاي ابقى تاجر؟ سؤال يعني فظيع. قال لك لا لازم يكون عندك سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وحاجه كده اسمها ايه بطاقه مستوردين او سجل مستوردين، يعني انت راجل الدوله موافقه ان انت بتستورد حاجات من بره. حلو الكلام. انا قلت ايه خلاص اروح اعملهم، ايه يعني هيتكلفوا كام، 1000 جنيه 2000 جنيه 5000 جنيه؟ طبعا رحت لقيته بحوار انك تعمل سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. اولا فين الشركه، فين مقر الشركه، فين نشاط الشركه، فين شهادات الشركه، فين ما اعرفش ليله، ومش تخلص في يوم. حصلت لي حاله يأس رهيبه، لان كده فلوس الحاجه اللي انا اشتريتها دي كلها كده طارت في الهواء. ممكن تطلب من الجمارك ان هم يرجعوها لمصدرها، هتدفع فلوس الشحن بتاعها من خلال الشركه اللي انت مشترك فيها، القطعه دي مش هتنفع تدخل وهترجع تاني للمصدر بتاعها وتتحمل تكلفه تاني. فحصلت لي حاله كده ايه يعني ايه صدمه وشلل. لحد ما بعد لفيت وسالت وكلمت ناس اعرفهم وكلمت ناس كنت بتعامل معاهم زمان، لقيت ان انا ممكن اروح لاي شركه عندها سجل تجاري وسجل مستوردين تجيب لي هي الحاجه على اسمها واديهم مبلغ كده. انتوا متخيلين انا كل المشاريع اللي بحكي لكم عليها ليه بحكي لكم بالترتيب كده؟ عشان انا بقول لك الربح بتاعها كام وبعدين اقول لك ايه اللي بيتقصقص من الربح ده اثناء الفيديو عشان تعرف انت وصلت لكام في الاخر. برضه الشركه اللي هي كانت هتجيب الحاجه على اسمها دي كانت هتتحاسب معايا بحسب قيمه الحاجه، يعني فاتوره الحاجه اللي جايه من بره. يعني مثلا البيانو ده كان ب 100 دولار، هم بقى ايه ليهم نسبه كده، هياخدوا مثلا ايه 30% 35%، كانوا بياخدوا نسب عاليه جدا. الحاجه اللي انا كنت جايبها دي كانت في حدود 450 دولار، اتفاجئت ان هم هياخدوا 150 دولار. هم حسبوها كده ايه عشوائي. طبعا لما حسبت لقيت ان الحاجه دي هدفع عليها كمان 150 دولار، ده هو ده ربحي في الحاجه. انا كنت هكسب في الحاجه دي 200 دولار او 250 دولار كحد اقصى، كده الربح اتقص منه جامد جدا. اضطريت ان انا استعين بالشركه دي عشان اطلع الحاجه وابيعها وارجع على الاقل فلوسي اللي انا صرفتها. بس حسيت بقى ان الموضوع كده بقى فيه قلق. ليه بقى فيه قلق بقى؟ لان انت النهارده ما بقاش الموضوع بقى نشاط، انت بتروح تشتري بضاعه عارف بتجيبها في قد ايه وبتستلمها في قد ايه وما فيهاش معوقات بقى ولا مشاكل، وبتقوم عارضها على النت وبتتباع بدون اي مشاكل. لكن هنا بقى اكتشفت ان الموضوع فيه عفاريت، يعني انت هتبقى باعت جايب الحاجه وهتستناها مثلا شهر او اقل من شهر وانت مش عارف الحاجه دي هتدخل ولا مش هتدخل، لان احيانا في بضاعه الجمارك بترفض تدخلها وبتحجزها عندها، يا ترجعها للمنشأ اللي انت جايبه منها يا اما تروح عليك. وده حصل معايا في الشركه عندنا. احنا الشركه عندنا بتشتغل
في المقاولات، بس مش المقاولات اللي هي المعمار والبنى، احنا بنشتغل في مقاولات الاتصالات. يعني احنا بنركب البنيه التحتيه للتليفون الارضي، ده شغل الشركه بتاعتنا. كنا جايبين قطع غيار لبعض الماكينات اللي احنا بنشتغل بيها، قطع غيار، اسلاك صغيره، حاجات ما فيهاش اي يعني، علب كده مليانه فيش واسلاك. وقفوها وقال لك دي لازم موافقه وزاره الاتصالات ولازم موافقه معرفش ايه. عدت بمعجزه يعني، والحاجات دي عدت بمعجزه بعد ما دخلت اختبارات ومرفق الاتصالات. الحاجات دي دخلت في دوامه عشان تخرج، واخدت تقريبا 5 شهور او 6 شهور، خرجت بمعجزه. فانت النهارده انتظارك للبضاعه بقى حاجه عشوائيه، يا تطلع يا ما تطلع. وانا كمان شغلي في حاجات معقده، اجهزه الكترونيه معقده، لاني ما كنتش ناوي اقتصر على الاجهزه الموسيقيه بس، كنت ناوي اجيب بقى اجهزه GPS وشاشات للعربيات، وكنت ناوي اخش واتوسع يعني. بس اكتشفت ان الموضوع صعب جدا في مصر. يمكن انا مثلا ما صبرتش، او يمكن مثلا ما كانش عندي معارف كفايه، الله اعلم يعني. بس هو الموضوع ما نفعش معايا. انا مش بقول لك انه موضوع فاشل، هو موضوع حلو جدا والله، وبقول لك لو انت اشتغلت فيه هتعدي. انا اعرف ناس يعني بيعملوا الموضوع ده، بيجيبوا اجهزه من بره وبتاع ويتحدوا كل المعوقات اللي انا قلتها لكم، وصلوا النهارده الحمد لله ان عندهم شركات. ومن الشركات دي، بس انا والله ما بعمل له اعلان، بالعكس انا بقالي سنين ما شفتوش، شركه اسمها محمود فتحي للاجهزه الموسيقيه. الراجل ده يعني كنت لما بروح له بحس الموضوع صعب، الموضوع صعب بجد يعني، انك تشتري حاجه من بره وتجيبها هنا وتاخد توكيل لحاجه، قصه صعبه جدا جدا يعني. فلو بتتفرج عليا يا استاذ محمود ببعت لك السلام من هنا. المهم ان انت خلاصه الموضوع عشان تقدر تعمله لازم يبقى عندك شركه، لازم يبقى عندك سجل تجاري وبطاقه ضريبيه عشان ما يبقاش فيه مشكله مع الضرايب. وساعتها بقى ايه، تعمل البطاقه الاستيراديه اللي هي بتقدر تخليك تجيب بضاعه من بره، وممكن كمان لو الدنيا لعبت معاك تسافر بنفسك تجيب البضاعه وتيجي بيها، تعدي عادي وزي الفل. وبس كده يا سيدي، اتمنى اكون فدتكم ومستني ارائكم في التعليقات. سلام.